يعني لأهالي سنابس. بهالمناسبة بعد نقدم التهنئة لجميع فرق النادي، وأولهم طبعا وجه النادي الحقيقي اللي هو كرة اليد. مبادرة أكثر من رائعة، يعني الواحد بصراحة ما يقدرها زي ما قال السيد، ما تقدر بثمن. طبعا بدورنا احنا نشكر الجهاز الإداري والفني وجميع اللاعبين شكيب والنحت على هالمبادرة، ونتمنى يعني طول المبادرات هذه، يعني ما بنخسر شيء، يعني هي بس فقط انها بتثبت صدور جميع جميع فرق الممتاز الان قاعده تاخذ اعارات او انتقالات حقيقيه. انت بتجي بدون امكانيات، بدون لاعبين يعني من خارج اسوار النادي. اول شيء هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على كرمه. وثاني شيء يعني احنا ما سوينا الا لاعب النور اكثر شيء يبغى مساندة معنوية. لاعب النور ولا مرة طلب حقه كلاعب، ولا مرة قال نبغى، ولا مرة راح وقال انا ماني لاعب. قل له بس نادي النور بيلعب بقوة، حتى لو مو متمرن بيجيك ويلعب لك بقوة، وما يطلب الا دعم معنوي. يبغى بس ناس تعطيه اعتبار، تعطيه يعني تخليه تحسه انه سوى شيء بس. وهذه اللي يعني فريق شكيب والنحت صراحة ما قصروا، كل من سووا نتائج وكذا يعني صراحة يطلعوا لك بأشياء يعني واجد حلوة الصراحة، يعني ما تقدرش توصفها، لأن في ناس أقرب لينا ما سووا لنا الأشياء دي، وهم ما نقولوش بعاد هم ولاد الديرة، بس يعني اعتبارا على بعض الأشياء يعني في ناس أقرب منهم ما كأننا ما سوينا شيء. الحمد لله رب العالمين. وهذا جاب مجهود الفريق كامل، الناشئين والشباب الدرجة الأولى ما قصروا الشباب، يعني مع دعواتكم توفقنا في بطولات الشرق. والله بادرة خير طبعا، والله يجازيهم خير ويوفقهم وإن شاء الله دوم. يعني الشباب ما قصروا وفاجأونا مفاجأة طيبة، يعني فرحوا حتى اللاعبين مو مصدقين انهم بيصير لهم حفل او احتفال تكريم يعني. ما قصروا الشباب، وهذا اللي تبغاه جميع الالعاب، يعني تبغى الناس بس تحسها واقفة إياها وتشجعها عشان تنتج وتظهر للناس وترفع راسها قدام العالم. مر التكريم النجوم تعودنا دائما على طبعا الشباب دائما التكريم لجميع الألعاب، وهذا على مو غريب عليكم. من اللي بيجي فيه عنده استطاع ان يمسك الفريق والله يحياه، والله الرحمة فيه، والله الرحمة ما هي تقول حكر على عيال ما تسمع بالعكس، خليه يجي واحد يقول انا بشتغل والله من عيني هذا قبل نوقف معه بالليل والنهار. هذه بادرة طيبة قام فيها فريق شكيب وفريق النحت ويشكروا عليها جزيل الشكر. وكل سنة فريق شكيب يمكن يفاجئنا بهذه بالتكريمات. جيتهم قبل في بداية الموسم ولكن ما حصلت إجابة من نفس النادي. يعني جمال لقى جفن من النادي، لاعب بطل آسيا 4 مواسم أو فترة طويلة، حتى مجرد التكريم ما حد كرمه، فما بالي تبغاه يجي يخدم النادي والنادي ما خدمه. الله يعطيهم العافية، مبادرة طيبة جدا، وهذه مو غريبة طبعا على فريق النحت وشكيب لأن لهم سوابق مثل هالتكريم هذا. وفعلا هالمرة فعلا قدر يجمع بين اليد مثلا والملاكمة والألعاب القوة، وأنا أقدم لهم التهنئة جميعا بالنسبة لليد سواء والملاكمة والألعاب القوة، وبالأخص كابتن ماهر البصري اللي أنا أعتبره مظلوم إعلاميا فعلا. لاعب بحجم ماهر البصري ما أخذ ربع حقه كبطل عربي يعني. هذه فرصة لو كان متواجد يعني مثل الحفل البسيط هذه كان بادرة حلوة ممتازة، لأن يعني أي لاعب محتاج إلى مثل له الرفع من المعنويات لا أكثر ولا أقل يعني. وهذه بادرة طيبة زي ما قلنا في البداية، يعني أنا
ناشد كل الفرق الحواري يعني انهم يخطوا الخطوه الكريمه. لما يحس المجتمع واقف وياك وجميع الالعاب تعطي حافز كبير للعيبه الاداريين حتى اداره النادي، حافز كبير اكيد. يعني هذا شيء نفسي اكثر من تكريم او شيء، يعني انه هي الشيء بالمعنى مو بالقدر اللي هو زي ما نقول المادي وهذا ندل على شيء، انما يدل على حبهم للفريق طيبة من الفريقين من ناحية شكيب، أتمنى أن تستمر كما كانت السابقة. مبادرة غير مستغربة على فريقين من سنابلس. طبعا هذه مش المبادرة الأولى، العام الماضي كانت في مبادرة مشابهة قام فيها فريق شكيب لم تكن في فريق ألعاب القوى. هذا امداد للعام السابق إن شاء الله للعام هذا. والله مو غريب على شكيب من ناحية أنه يحترموا نادي النور فرق متفوقة. يعني صراحة يعني احنا كنا نتمنى يعني تنظيم بدري يعني نعد له اعداد افضل من كذي. يعني كل الفرق سنابس تبادر بتكريم الشباب، يعني لان رفعوا اسم البلد اليد والعاب القوة، وكنا كنا حتى ناشئين القدم يعني كنا لو يعني عادين لها بدري يكون ناشئين القدم والملاكمة والعاب القوة واليد، يعني فرق النادي كلها يعني لا اكثر اللاعبين كلهم منا وفينا يعني. واجب لكل سنابسي يحب نادي النور، ما قصروا الشباب يعني الفريقين ايد واحده ان شاء الله، وهذا ما تعودنا عليه من الفريقين من هذين الفريقين. احنا ما عندنا اي مشكله، ما عندنا اي عنصريه، بالعكس قلبنا واحد على جميع الفرق الموجوده في سنابس، ما عندنا اي مشكله بالنسبه للفرق كلها. متى ما جتم بتتعاون، متى ما جتم بتشارك معانا في المحافل احنا اللي نقوم فيها من مناسبات الى اخر. احنا ما عندنا اي فريق شكيب نيابه عن الضامن والشباب. ان شاء الله الجايات القادمه ان شاء الله بتكون احلى، يعني متى ما تحققت بطولات، متى ما توفرت عندنا الماده، متى ما كانت عندنا الامكانيه ان شاء الله ما راح نقصر. شوفوا تكريم ان شاء الله. التكريم هذا يعتبر يعني ما هو بمستواهم صراحه، هم مستوى البطولات اللي جابوها، لكن الواحد يتكلم على قدر امكانياته يعني. ان شاء الله يعني الجايات ان شاء الله حال بصورات وفمات تعلمين هذا تعاون جميع الفرق، ممكن اقول لك ابديا ان شاء الله. طبعا اقدر اقول انا اشكر فريق النحت اللي سمح لنا بالدخول مع مشاركه عمل ابطال سنابس اللي اطلقنا عليهم ابطال سنابس، لاعبين فرق نادي النور والعاب القوه وطبعا الملاكمه. فكل اللي اقدر اقوله كل الشكر حقيقه للاعبين القوه بالذات اللي اوقفوا التمرين هذا اليوم من اجل المشاركه معنا ويكونوا حاضرين، وايضا طبعا كل الشكر للملاكمه وغياب طبعا كما انتم عارفين اليد وتواجدهم في جده، وكل الامنيات حقيقه والدعوات صادقه لهم التوفيق في هذه المباراه. لجنه التكريم بقيادة جميع كباتن فرق سنابس ان سمحت لنا الظروف ان احنا نجلس ونتشاور ونتفاهم، ولجنة تكريم كاملة متكاملة لعمل تكريم لكل المنجزين والمتفوقين. والحسين